Okay. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum iyisinizler. Welcome back or welcome to my channel if you are new. حرفيا مش مصدقة ان انا بسجل يوتيوب. انا بقالي مثلا فوق السنة ما فتحتش الشانل بتاعت يوتيوب بتاعتي اصلا، يعني بقالي كتير. مش عارفة ابدأ منين بصراحة، بس بصراحة وحشتوني جدا، وحشني اليوتيوب وحشني ان انا اقعد اسجل واصور والحاجات دي، يعني من هواياتي بحبها. طيب اللي ما يعرفنيش، انا آية. كنت في ثالثه ثانوي، عشان كده يعني كنت مختفية. اخيرا خلصت من ثالثه ثانوي. انا كنت ثانوية عامة 2025، لسه اخدين الاجازة يعتبر، ما تهنناش بيها بسبب ان احنا منتظرين النتيجة، واللي راح امتحان قدرات والكلام ده كله يعني. طيب انا كنت علمي علوم، وهنتكلم في كل حاجة عموما بعد نخلص بس من المقدمة، وبعد كده نكمل. تعريف سريع يعني عن نفسي وكنت ليه مختفية وكده، عشان اللي ما يعرفنيش يعرفني اكتر. وان انا ناوية ابدأ، مش احنا خلاص بقينا في اولى جامعة، يعني يعتبر كام يوم من دلوقتي وخلاص هناخد الدرجات بتاعتنا والنتيجة، وبعدين التنسيق هينزل وخلاص بقينا في اولى جامعة. فانا خلاص مهندس صغيرة، مع ان انا مش مصدقة، انا حاسة ان انا لسه صغيرة اجري في الشقة، يعني مش عارفة، انا متخيلة نفسي لسه صغيرة قوي، واللي هو انا ازاي داخلة جامعة؟ انتم بتهزروا؟ بس يعني لازم اعيش الواقع. المفروض ان انا في حاجات كتيرة ناوية اعملها في الاجازة عشان استغلها، حتى وانا مش فاكرة النتيجة من ايه، مش فاكرة، لا مش عارفة النتيجة. اوكي. بس لازم استغلها علشان احنا داخلين على مرحلة مختلفة من حياتنا. فانا ما عملتش امتحان قدرات بصراحة، ما حسيتش ان انا ميولي في الفنون التطبيقية ولا فنون جميلة حتى، يعني مش ما حسيتهاش ليا. ف يا رب ربنا يكبر بخاطرنا في النتيجة. ولو اي حد ثانوية عامة 25 بيشوفني دلوقتي، فانت في المكان الصح. انا من بعد ما خلصت امتحان، لا، يوم امتحان الاحياء، عارفين اللي هو ال7 ايام اللي كانوا في امتحان الاحياء دول، انا اوريدي كنت خدت الاجازة بتاعتي مش للدرجة يعني، كنت بذاكر وكده، بس عارفين اللي هو انا بذاكر بفرحة، اللي هو دي اخر مادة، و ولو بخطط بقى، مخي شغال، انا قاعده قدام الكتاب وبذاكر، ودكتور احمد الجوهري يعني قاعده بذاكر وكده، اللي هو انا دماغي شغاله، انا هعمل ايه في الاجازه، انا هاخد الاجازه ازاي. بس حبيت ان انا اتغير 180 درجه، اللي هو انا عايزه اتغير، انا اتغيرت في ثانويه عامه، ال 12 شهر اللي فاتوا دول كلهم غيروني بطريقه فظيعه بجد. اتغيرت، نضجت اكتر، اسمها ايه، نضجت اكتر. شفت الحياة بمختلف انا ما اعرفش انا بتكلم بقول ايه، من حماتي كلامي داخل في بعضه. ماشي، ما علينا. المهم ان انا حبيت ان الفيديو ده هيكون عن التغيير اللي انا نفسي امشي فيه، وازاي انا ناوية اتغير من كل الجوانب بصراحة، وعايزة اغير من نفسي للاحسن ان شاء الله، ونلاقي اي حاجة يعني حلوة. ما علينا، اوكي، انتوا فهمتوا، اهم حاجة ان انتوا فهمتوا. من التوتر بجد مش عارفة اتكلم. طيب تعالوا دايركت ندخل على الفيديو ونقول، قبل ما نبدا بالفيديو ده ما تنسوش تحطوا بيك لايك شير سبسكرايب، ويلا نبدا بالفيديو. هايدي بشليلم. طيب انا دلوقتي قسمت الفيديو ل3 فقرات. الفقره الاولى هنتكلم عن مين انا، هعرف نفسي بطريقه بسيطه وسريعه خالص. الفقرة التانية هتكلم عن ازاي انا عايزة اغير من نفسي، وازاي عايزة اطور منها، وازاي عايزة اقلب حياتي 180 درجة او اطور فيها بطريقة حلوة، ايه هي الجوانب اللي هتغير فيها، وكل الكلام ده يعني. تالت فقرة هتكلم عن ان انا لو قابلت نفسي زمان هقول لها ايه، بس مش بالطريقة المتعارف عليها ان انا هقابل نفسي وهي صغيرة، لا، انا هقابل نفسي وانا في اولى ثانوي، وهدي نصيحة للي داخلين اولى ثانوي بس بطريقة حلوة. نفس النظام لثانية ثانوي، ونفس النظام لثالثة ثانوي، واظن اولى وثالثة هما اللي عليهم الجدل دلوقتي، اللي هو انا داخله ثالثه ثانوي، عايزه نصايح، عايزه اعرف هعمل ايه في السنه. وبرضو نفس النظام اللي داخلين اولى ثانوي جديد لسه مش فاهمين حاجه، مش مستوعبين الفكره، فانا حبيت يعني اتكلم معاهم شويه وافهمهم بس. طيب يلا نبدا بسرعه.
اسمي آية، وبحب بصراحة كل الدلع اللي بيجي من اسم آية، يو يو يوشي يوتا، كل الدلع ده بحبه. بحب الدلع بتاع اسمي قوي. تاريخ ميلادي 1/9/2007. يعني انا دلوقتي لسه فترة بسيطة قد كده وهبقى 18 سنة، ولحد دلوقتي مش مستوعبة بصراحة. طبعا دلوقتي احنا بقينا عارفين ان انا داخله اولى جامعه، بس جامعه ايه؟ لسه لحد دلوقتي ما نعرفش، لحد ما الدرجات تنزل والتنسيق ينزل وهتبقى ربنا يستر. ربنا يستر، لان انا خايفه بجد قوي. بحب التركي جدا، بحب الانجليزي قوي برضو، نفسي اتطور فيهم واتقنهم، اتكلمهم كده زي ما بنتكلم العربي العادي. طموحي ان انا انجح في حياتي، بس نفسي ابقى شخصيه ناجحه وشخصيه مهمه. بس ده كل حاجه. طيب ندخل في الفقرة التانية، وهي ازاي اطور من نفسي او ازاي اتغير 180 درجة. هو الواحد مش بيتغير 180 درجة في ثانية كده، اللي هو انا قررت اتغير فخلاص التغيير جايلي على طول. انا مش مرتبة بصراحة اي حاجة انا هقولها، انا هقول اللي في قلبي، واكيد لو كان مش مترتب بس اتقال من القلب للقلب كده ووصل، اكيد هيغيركوا، اكيد هيحمسكوا انكم تتغيروا انتوا كمان، وانكم توصلوا لاحسن نسخة من نفسكم بسرعة. دلوقتي لو جينا نشوف يعني ايه التغيير، ازاي اتغير، او ايه هو مفهوم التغيير، عن يعني ايه كلمة تغيير دي معناها ايه. هي معناها ان انا ابص لنفسي دلوقتي كأنها النسخة القديمة مني، وابدأ اكون نسخة جديدة، اقوى واهدى واذكى وانضج واقرب لربنا ولاهدافي. التغيير مش اننا نقلب حياتنا فجأة، لكن نبدأ خطوة بخطوة بنغير من عاداتنا وافكارنا وطريقة تعاملنا مع اي حد، سواء تعاملنا مع الناس، مع المشتتات، ازاي اتعامل مع المشتتات واقول لها لا. انا بالنسبة لي لما جيت اقسم التغيير عن نفسي، حبيت اقسمه لكذا حاجة. لو انا جيت اقسم لكم انتوا عن الجوانب اللي ممكن تتقسموا فيها، فالجوانب هي الجانب النفسي او الجانب الشخصي، في تاني الجانب الدراسي او العقلي، في الجانب الاجتماعي او العاطفي، في الجانب الروحي او الجسدي، وده اللي احنا بنقرب فيه من ربنا اكتر ومن نفسنا اكتر. ف ده المفهوم بتاع الجوانب اللي احنا ممكن نتغير فيها. فانا خدت كل جانب منهم وفرعته وعرفت الحاجات اللي جواها هي ايه، وبدأت ان انا اطلع منها الحاجات اللي انا محتاجاها فعلا والحاجات اللي انا نفسي اتغير فيها. فحبيت اشارك معاكم ايه هي الحاجات دي، ولو انتوا حابين تشاركوا فيها وتشوفوا انتوا محتاجين ايه منها وتغيروا نفسكم فيها، لايك بجد. اول حاجه وبدون هزار هي العنايه الشخصيه بنفسنا. يعني بجد احنا طلعنا من تالتة ثانوي واحنا متدمرين، بشرتنا متدمره، شعرنا متدمر، بجد نفسيتنا كانت متدمره. فلو احنا خلاص اتحررنا، كانوا بيقولوا كفاره، ايوه هي كفاره، اخيرا خلصنا منها. فعايزين نرجع لنفسنا، عايزين نرجع لبشرتنا ونشيل الحبوب اللي ملت وشنا وكل الكلام ده. فعشان ارجع لروتيني القديم او اجدد فيه، ان انا احط خطوات ستيبس، ان انا زي ما تقولوا كده ان انا عايزة اوصل لحاجة معينة. فعشان اوصل للحاجة المعينة دي لازم اخدها خطوة بخطوة. ايه الحاجات اللي انا بقى حطيتها عشان اوصل للخطوة الكبيرة؟ اول حاجة طبعا في العناية الشخصية، لما جيت اعرف احط فيها ايه، لقيت ان انا لازم يكون عندي غسول. انا بقولها عن بديهيات تمام، بس بجد بعد ما طلعت من ثالثه ثانوي حسيت ان انا عايزه افهم كل الحاجات دي من تاني. فالمفروض ان انا اصحى الصبح اصلي، هقول لكم عن الروتين بعدين، بس خلينا بس نفهم ان انا اصحى اصلي، وبعدين اقعد اقرا قران، عندي حفظ قران اقراه، اذكاري ومش عارفه ايه وكل الكلام ده. بعدين ابدا بقى العنايه الشخصيه بنفسي. فالعنايه المفروض ان هي كانت غسيل للوش، للاسنان، وللسان، ان انا احط مرطب لشفايفي ولبشرتي ولايدي. الحاجات دي هي انا عارفه ان هي بديهيات وان الكل عارفها، فاهمين انا بتكلم في ايه، عارفه ان هي بديهيات والله، بس ساعات ممكن اهملناها، كلنا اهملنا حاجات منها كتير قوي في الفتره بتاعت ثانويه عامه، فعشان كده انا عايزه استرجعها، فاهميني؟ طيب الخطوه التانية في التغيير اللي كان نفسي فيه ان انا اتعلم تركي. انا بحب التركي جدا، نفسي اتكلم تركي قوي.
انتوا شوفوا اللغة اللي انتوا بتحبوها، كوري، ايطالي، ايا كان. انا سكيب للفرنساوي نهائي، سكيب بجد. ما علينا. مش عايزين نرجع لايام زمان. طيب، المهم ان انا كنت في بداية امتى بقى، انا نسيت، انا حرفيا نسيت. المهم كان في فترة من حياتي من زمان، من قبل ثانوية عامة، مش فاكرة اذا كانت بداية اولى ولا تانية بصراحة، بس هي كانت فترة كنت بدأت ان انا اتعلم كلمات جديدة للتركي. لما انا جيت ابص عليها تاني لقيت ان انا ناسياها بجد، اللي هو انا عايزة اخد الخطوة من بدايتها تاني. فالمهم ان انا عايزة اتعلم تركي، عايزة اتدرب على التركي، عايزة اتقنه. فانا لقيت ان انا عايزة، بما اني يعني عايزة اوصل لنقطة حلوة فيه، فان انا اخد كورس فيه، او ان انا اخد حصص، يعني محاضرات كده، يعني فاهميني، ان انا عايزة اتدرب عليه من تاني. بس يعني حبيت ان انا اشارككم الفكرة. طيب، ايه الموقع او ايه الحاجة اللي انا هذاكر منها؟ في فيديوهات كتير قوي على النت بتتكلم عن الكورس بتاع التركي، وكان فيه برنامج طليق بتاع مستر ابراهيم عادل. فبرضه حلو، فانا كنت هجربه، وبعدين لقيت ان هو مش هو اللي بيدرسه، فقلت خلاص سكيب، مش هذاكر من عليه، وان انا هذاكر من على يوتيوب. فقدامي يعني فيديوهات الفلوجز اللي انا هتكلم معاكم فيها، هعرفكم ازاي انا هكمل في التركي، وازاي انا عايزه اتقنه، وازاي انا عايزه اتعامل معاه اصلا. يعني أكيد انتوا فاهميني يا جماعه، انا مش قادره افسر ومش قادره اوضح، بس اكيد فاهميني. كمان الانجليزي، انا طالعه من ثانويه عامه حافظه كلمات، بس يعني عايزه برضو اتقنه، عايزه، عارفين اللي هو اللي بتتكلم انجليزي كده على طول، انا عايزه اوصل للمرحله دي. انا مش شاطره في الانجليزي قوي، يعني انا بحبه جدا، بس عارفين اللي هو انا مش بتكلم زي الامريكان، فاهمين؟ فانا عايزه اوصل للمرحله دي، عايزه، فاهميني، اكيد فاهميني، ما علينا. ف كان في بقى كورسات، برضو مستر ابراهيم عادل كان عامل زي امريكان انجلش، كنت كلمتكم عنه برضو زمان، اعتقد ان ما كنتش بكلم نفسي. في فيديوهات على النت برضو كتير قوي كانت بتتكلم عن ازاي ابقى متقن في الانجليش، اللي هو فيه اكتشفت يعني ان فيه A1 و A2 و B1 و B2 و C1 و C2، اللي هو المراحل بتاعته. يعني عايزين نوصل ل C2 في التركي وفي الانجليش. القرآن، يعني بجد كنت حافظة حبة كتار قوي، فجأة انا براجع عليهم من فترة ما لقيتنيش فاكرة منهم اي حاجة بجد، اللي هو اللي انا حافظاه، اللي هو ورا بعضه ده اللي بيتحفظ، الآية او آيتين ورا بعض بيتحفظ، وبعد كده انسى ابدأ ازاي الآيات اللي بعدها. بجد صدمت، لان انا موقفة تقريبا حفظ القرآن. اوريدي كنت موقفة في ثانوية عامة، وكنت موقفة قبل تالتة ثانوي نفسها، يعني كنت موقفة في تانية واولى بتهيألي كمان على ما انا فاكرة. فبجد زعلت قوي، واشتركت في دار قريب من البيت، خدت ميعاد معاهم وعرفت المواعيد، وان شاء الله يعني هبدأ في حفظ القرآن. بدأت معاهم من الاول تاني، بس لما جيت ابدأ من الاول حسيت اللي هو انا مش عايزة ابدأ من اللي هو الاخلاص والفلق والناس، ماشي عادي، بس حسيت ان انا عايزة ابدأ من البقرة اكتر، يعني حسيت ان انا عايزة ابدأ من الجزء الاول مش الجزء 30، فاهمين؟ وجبت كراسة متابعة، وجبت قرآن، وهبدأ حفظ قرآن من جديد. ونفسي يعني انا عايزة اخد صفحتين بصفحتين، اللي هو انا عايزة اختم القرآن في وقت قصير، عارفين اللي هو اقل وقت ممكن انا عايزة اختم فيه القرآن واكون متقناه، وبعد كده تبقى فترة مراجعة. بجد نفسي قوي ان انا اختم القرآن، وعلى بال ما اوصل للصورة ان انا كنت حافظاها، اكيد هيكون الموضوع اسهل في الاخر، عشان ما يكونش اصعب في الاخر. طيب، الحاجة اللي بعد كده وهو النظام اليومي. طب ممكن نأجل البوينت دي بعدين، خلينا في البرمجة دلوقتي. البرمجة بقت مشهورة قوي دلوقتي، وبقت ليها مجالات واسعة، ومش عارفة الذكاء الاصطناعي والحاجات دي كلها. انا عارفة ان انا علم علوم مش علم رياضة، وان معرفش اذا كانت حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي موجودة في علم علوم ولا لا، بس انا حابة ان هي تكون كهواية، فاهمين؟ مش كمجال اساسي، مش دراسة. فانا حابة اتعلم برمجة، وبحب الكمبيوتر، وبحب شغل الكمبيوتر وكل الكلام ده، وكان عندي كمبيوتر من زمان قوي.
حابة الحوار، حابة الفكرة، فعايزة اخد كورسات فيها زي التركي وزي الانجليزي زيهم بالظبط. زي ما انا عايزة اذاكر تركي واذاكر انجليزي واحفظ قرآن، فعايزة برضو اتعلم برمجة وابقى شاطرة فيها مهلوبة من الاخر. عايزة برضو اتطور في مجال القراءة. انا ما بعطيش القراءة، اذا كانت روايات ولا اي حاجة ما بيبقاش خلق ان انا اقرأ، مش عارفة ليه، بس مش من هواياتي او مش من ميولي، ما اعرفش. فحبيت انها تبقى من ميولي، وحبيت انها تبقى من هواياتي عشان انا نفسي فيها قوي، نفسي ان انا احب القراءة من الاخر. فدورت على النت على كتب، وكتب تنمية بشرية او ايا كان الكتب، العادات السرية او مش عارفة، كان في حاجات كتير قوي شفتها، فبجد عجبتني الاسماء بتاعتها وعجبتني فكرة الكتاب. ما بيقولوش انظر لا تنظر على الكتاب من عنوانه او مش عارفة ايه غلافه، وما علينا. المهم حبيت الكتب وحبيت اللي فيها، فحابة ان انا اقرا، وحابة ان انا احاول مع نفسي على الاقل لو صفحة في اليوم ابقى مبسوطة قوي. حبيت برضه اخد كورسات تنمية بشرية، ادارة وقت والحاجات دي كلها يعني. فحبيت ان انا برضو، عارفين اللي هو انا عايزة اتعلم الحياة، يعني اشوف الحياة ماشية ازاي، اتعلمها عشان ما اتخدعش. مش فاهمة انتوا فاهميني ولا لا، بس انا حاسة ان انا عبيطة قوي، حاسة ان كل الدنيا بتلطش عادي كده، اللي هو انا مش فاهمة الناس كده. فحاسة ان انا عايزة اتدرب اكتر، عايزة افهم اكتر، عايزة اشتغل. الموضوع جاي عن الشغل انا بجد عايزة اشتغل. كان نفسي قوي انزل صيدلية اتدرب فيها، وان انا احفظ الادوية ومش عارفة ايه وكده، بس ماما وبابا مرضوش للاسف. فانا ما كنتش عايزة اشتغل عشان اجيب فلوس، مش كده، مش قصدي، بس انا عايزة اتعلم، فاهمين؟ ف بس دي كانت الفكرة. فانا حاولت ان انا اشوف موقع على النت اللي هو الشغل من البيت ومش عارفه ايه الكلام من ده. فحاولت افهم بس ما فهمتش قوي، مش فاهمه ازاي بيجيبوا فلوس من البيت، مش فاهمه لحد دلوقتي الفكره. بس انا مش عايزه اشتغل برضه عشان الفلوس، عشان بس نكون فاهمين، انا عايزه اتعلم. هي الفكره كلها ان انا اتعلم. الرياضة عايزة اكون رياضية. 5 دقايق في اليوم. انا ما بطيقش الرياضة، ما بحبش ان انا اكون اللي هو او ماي جاد اصحى من النوم واعمل مش عارفة استرتش مش عارفة ايه وحاجات من دي، مش مليش خلق، فمش عارفة. عايزة برضو اتعلم مهارة جديدة، وممكن المهارة الجديدة نكون فيها الرياضة، بس هما يعني على ما انا فاهمة المهارة الجديدة حاجة ما كنتش عارفاها. فاشوف، ممكن يبقى نفكر سوا. علاقتي بربنا، لازم اقرب اكتر من ربنا. عايزه اقول لكم ان المفروض ان المعظم خارج من ثانويه عامه علاقته بربنا اقرب، عشان عايز يقرب، وعشان شايف الناس كلها حواليه بتقرب من ربنا في الفتره بتاعت ثانويه عامه يعني، عشان حلو وما علينا يعني من الكلام، بس المفروض ان المعظم خارج مقرب من ربنا، فعايزين نقرب اكتر. عايزين يكون عندنا ورد يومي. انا المفروض ان يكون عندي اذكار الصباح ومساء، واذكار بعد الصلاة نفسها في ميعادها بجد. السنن بتاعت الصلاة مش عايزين نقصر فيها. نرجع لنظام اليوم، هيكون اخر جزئية في الحتة دي نختم بيها الفقرة دي. فبجد عايزة البداية بتاعت الروتين، هو هيكون روتين اجازة، بس روتين المدرسة او الجامعة يعني هيكون مختلف اكيد، لان هيكون فيه مذاكرة وهيكون فيه ان انا اروح جامعة ومش عارفة ايه. في المهم حبيت اشارك معاكم ايه هو الروتين اللي انا نفسي امشي عليه في الفترة، مش عارفة هتكون قد ايه، بس فترة قبل الجامعة، فترة الاجازة. حبيت اسميه بداية مختلفة لحياتي، لان هو ان شاء الله يكون بداية خير، بداية مختلفة لحياتي فعلا. الفكرة ان انا كنت عايزة اشاركه معاكم، اوكي تعالوا اقولها لكم. طيب اول حاجة، المفروض الميعاد النوم يبقى بعد العشاء، يعني مثلا لو طولت شوية تبقى 10، ما عديش 10 اكون صحي. والمصيبة المصيبة ان انا بحاول من اول ما اخلص امتحانات ان انا اظبط المواعيد نومي، مش عارفة. مواعيد النوم في ثانوية عامة مسيطرة جامدة على حياتي. انا دلوقتي بفضل صاحية، وحتى افورت شوية بقيت بفضل صاحية لفترة طويلة قوي، وما بعرفش انام غير الصبح بجد. مع ان انا حياتي كانت متشالة في ثانوية عامة، ما كانش عندي روتين محدد بجد من كتر الضغط، بس
آم، حاليا ما كنتش بعرف انام بدري. يعني لو قلت لكم الساعه دلوقتي كام اصلا محدش هيصدق. فمفروض ان انا انام 10 اخري، 10 ودقيقه، ما اكونش بره اوضتي اصلا. المفروض اكون على السرير، فاهمين؟ واصحى 4 عشان الحق اصلي قيام ليل، لانه زي ما قلت لكم عايزين نقرب من ربنا اكتر. ده الفكر ان انا عايزه اكون آم، اكون ايه، انا قلت ايه، اصلي قيام ليل ماشي. اصلي واقرا شويه قران، احفظ، بما اني زي ما قلت لكم بحفظ قران دلوقتي. ف آم، انا قلت ايه يا لا انا ما كنتش فاكره. اوكي. آم، ثواني استوعب انا بقول ايه وبعدين هفتح تاني. اوكي، دلوقتي هقول لكم ان احنا المفروض ان انا عايزه انام الساعه 10 واصحى الفجر قبل الفجر. الفجر بيبدأ دلوقتي 35 دقيقة تقريبا، فأنا عايزة بالظبط أصحى 4 بالظبط. فأصلي قيام ليل وأحفظ شوية من القرآن، اللي هو استغلال الوقت ده حفظ القرآن. وبعد كده الفجر هيكون أذن، فهصلي الفجر وهقرأ الأذكار بعد الصلاة والسنن، الورد القرآني، وأذكار ما بعد الصلاة وأذكار الصباح، وطبعا بالليل أذكار المساء طبعا، وحفظ القرآن زي ما قلت. وبعد كده نخلص من الفقرة بتاعة الروتين الصباحي. هيكون في عناية شخصية، ودي برضو متقدم ايه ضمن ايوه متضمنة او ضمن الروتين الصباحي. الروتين الصباحي هيبقى ان انا اصحى وقيام الليل واصلي الفجر وحفظ القرآن وقراءة الورد والاذكار والعناية الشخصية. وزي ما قلت لكم العناية الشخصية هتكون عن ايه؟ قلت لكم في البداية فطار خفيف صحي. طبعا لو ما فطرتش مع حد مع عيلتي هفطر لوحدي، لاني عايزه اكون بفطر بدري. حاجه خفيفه خالص، وحاجه تفوقني عشان هكون صاحيه مريفه. انا عارفه لو نمت في ميعاد مختلف فالفتره الاولى هتبقى صعبه ان انا انظم روتين معين على مزاجي، فاهمين؟ بعد كده هتعلم تركي، هبدا اليوم بتركي، وهنشوف كورس نتعلم منه التركي. انا اوريدي خططت انا هعمل ايه، فانا بقول لكم اخر المخططات، فاهمين؟ بعد كده عندي جزء من القراءه وتطوير الذات، وبعد كده شغل من البيت. شغل البيت يعني ايه؟ يعني ساعد ماما وارتب في حته، اطبخ. انا مش شاطره قوي في الطبخ بس هنحاول نتعلم. وطبعا غسيل مواعين، كركبت البيت. انا ما بحبش، بلاش اتكلم في الموضوع ده احسن. يعني بعد كده انجليزي، اتعلم شويه انجليزي، وبعد كده اتعلم برمجه. بس بين الانجليزي والبرمجه اكيد لازم يبقى فيه فاصل، مش كله دراسه. ممكن يكون وقت الغدا، مش معقول صح مش هنكون وصلنا لوقت الغدا لان احنا اوريدي بنتغدى بعد العصر. فممكن اطبخ انا. واو، فكره حلوه بجد ان انا اتعلم كل يوم اقدم لماما واو ماما شوفي طبخه جديده، هتفرح صح؟ ممكن نبقى نفكر في الموضوع. طيب، خطرت في بالي فجاه شغل بقى اونلاين، نشوف هل هعرف اشتغل اونلاين ولا لا، لان لحد دلوقتي مش عارفه ايه هي الحاجه اللي انا هشتغل فيها وايه هي الحاجه اللي انا هشتغل عليها اصلا يعني. واكيد هنزل لدرس قران. في عندي ميعادين، ميعاد تجويد وميعاد حفظ قران. ثانيه اجيب الكراسه اللي مكتوب فيها المواعيد وارجع لكم. طيب عشان تكونوا عارفين المواعيد بالظبط، السبت والاثنين والاربع بعد العصر في درس قران. درس التجويد الساعه 10:30 الصبح لحد الثلاث والخميس. يعني انا كده كل يوم ما عدا يوم الجمعه هكون موجوده في الدار، اللي هو الدار التحفيظ بتاع القران. طبعا الصلاه ما ننساش برضه صلاه الظهر، صلاه العصر قبل صلاه العشاء لما ارجع، وصلاه المغرب، والمونتاج. يعني حابه اعمل لكم فلوجز كل يوم، فلوج مش عارفه اذا كان هيبقى فلوج اسبوعي ولا فلوج يومي، مش عارفه لحد دلوقتي، انتوا اللي هتخططوا. و ايه تاني؟ واخر اليوم لازم اقيم اليوم عشان اعرف ايه الغلطات اللي حصلت في اليوم ده، ما اكررهاش اليوم اللي بعده. في اليوم اللي بعده اكون واثقه ان النهارده احسن من امبارح، وان انا فعليا بتقدم خطوه من الشخصيه اللي انا نفسي اكون فيها، اللي هي احسن شخصيه مني. وفي فكره جت في دماغي من يومين تقريبا، ان انا مش فاكره كنت قلت لكم قبل كده واحنا في تانية ولا لا ونفذناها، بس في ثالثه ما نفذتهاش، اللي هو كل اخر اسبوع او كل اخر شهر. بس ما ينفعش كل اخر شهر لان اصلا الاجازه كلها شهرين على بعض واقل كمان. فمتهيألي ان هي تكون كل اخر اسبوع، ان انا احدد يوم في الاسبوع اتكلم فيه عن الاسبوع عمل ايه، والاسبوع كان شكله عامل ازاي، وايه اسوء حاجه طلعت منها الاسبوع، وايه احسن حاجه طلعت منها الاسبوع، وتقييم يعني، عشان اكون بتطور خطوه خطوه. بس انا حاسه ان الفيديو طول قوي، بس انا كده خلصت الحاجات اللي انا نفسي اتطور فيها. اكيد كل فتره والتانيه هيبقى فيه تطور اكتر. احنا بنحط سلمه عشان ما ينفعش نطلع مره واحده، لازم ستيب كل خطوه خطوه، فاهمين؟ اكيد فاهمين. لو عندكم حاجة عايزين تقولوها لي أكيد هتكتبوا في الكومنتس، ولو عايزين أتغير أو أطور أحسن من نفسي في حاجة حاسين إنها ممكن تفيدني، فممكن تكتبولي برضو. هرحب بالأفكار كلها.
طيب تعالوا ندخل في الفقرة الثالثة في الفيديو، هي ان انا اتكلم مع نفسي زمان. يعني لو قابلت نفسي وهي داخلة اولى ثانوي هقول لها ايه؟ هو الكلام جزء منه هيبقى لتانية ثانوي، عشان هم اوريدي شافوا اولى ثانوي عاملة ازاي، فانتم استمتعوا. تانية ثانوي استمتعوا، ذاكروا اول باول، قربوا من ربنا، بس متعملوش اي حاجة تانية، استمتعوا باقي الوقت. بالنسبة لأولى ثانوي انتوا داخلين اكيد متوترين، فانا لو جيت اكلم نفسي وهي في اولى ثانوي، انا عارفة ان انتي داخلة متوترة، مرحلة جديدة، تابلت ومش عارفة ايه، كل الكلام ده. بصي هي المرحلة سهلة عادي، هتعدي مرحلة وهتعدي، ليه متوترة؟ بصي، اول حاجه عايزاكي تذاكري، تنتظمي في المذاكره. يعني اي حاجه تاخديها تيجي تذاكريها، روحي المدرسه، استمتعي بلحظه المدرسه، عشان هي اولى وتانية خلاص، هما سنتين هتروحي فيهم المدرسه وما عنديش راحه، فاستمتعي. الانشطه اللي جوه المدرسه ادخلي فيها، استمتعي، روحي المكتبه، روحي الفن، الرسم، روحي. بصي تعمقي، اطلعي في الإذاعة وتصوري مع المدرسين. غوصي بجد، بتكلم بجد، لان انا لما طلعت فرحت بالحاجات اللي انا عملتها، فرحت باللي انا كنت بعمله في المدرسة، عشان ذكريات. هي في الاول في الاخر هتبقى ذكريات، مرحلة وهتعدي، لان هي مش مصيرية. ولو تانية مش مصيريين خالص. فكل حاجة، اهم حاجة انكم تلزموا نفسكم بالقعدة قدام الكتاب، بجد دي من اهم الحاجات اللي ممكن تعملوها عشان تدربوا نفسكم لثالثة ثانوي. وفي حاجة نازلة جديد اللي هي البكالوريا، بصراحة انا مش عارفة حاجة عنها، مش قد كده. 7 مواد هتدرسوهم على تانية وتالتة، 4 في تانية و3 في تالتة، يعني حاجة مش عارفة اذا كانت حلوة ولا وحشة. هي غير معتمدة لحد دلوقتي، لحد ما انا بصور دلوقتي، فانا مش عارفة اذا كانت كويسة ولا لا. انا اخويا داخل اولى ثانوي، تمام، فانا مش عارفه اقول له ادخل بكالوريا لا ادخل ثانوي عام، انا مش عارفه لحد دلوقتي اقرر له، وهو مش عارف يقرر من نفسه. بجد احنا مشتتين دلوقتي. حاسه ان البكالوريا احسن عشان فيها تحسين، وفي نفس الوقت حاسه ان هي غريبه شويه، مستوى حاجات عليا ومش عارفه حاجات، ما فيهاش تابلت اعتقد، مش عارفه. بس انا يعني لو هنصح حد داخل بكالوريا في اولى ثانوي، استمتع، زائد الزم نفسك بالقعده على الكتاب، لان تانية وتالتة شهاده، اللي داخلين بكالوريا ومش عارفين، واللي داخل ثانوي عام، اولى وتانية الزموا نفسكم بالقعده على الكتاب، عرفوا نفسكم ان انتم في مسؤوليه ولازم تجتازوا المسؤوليه اللي انتم فيها. هي مرحله مختلفه شويه بس مش صعبه، خليكوا اذكياء واشتغلوا من اول السنه كويس قوي، وستيب باي ستيب. وحاول تعود نفسك من دلوقتي، مش تجبرها، لا، حاول تعود نفسك ان التليفون ده رفاهية مش حاجة اساسية في يومك، ارميه، ابعد عنه، حاول تقفله، فاهمين؟ اللي هو كده ارميه، فاهمين؟ فانتم كتكوتين صغننين لسه في اولى وتانية ثانوي لو ثانوي عام، واولى لو بكالوريا. مختصر شديد، قرب من ربنا، خد المنهج اول باول، تذاكر اي حاجة تاخدها تيجي تذاكرها على طول، ومفيش حاجة اكتر من كده تعملوها، استمتعوا باقي الوقت، يعني خلصوا المذاكرة استمتعوا. طيب لو انا داخلة تالتة ثانوي او تانية وتالتة بقى بكالوريا يعني مفيش حد دلوقتي في تانية وتالتة بكالوريا، لان اول سنة هتنزل السنة دي، بس خلينا نتكلم بتوع تالتة ثانوي عام. انا بعد ما شفت السنة من فوق اللي انا خلصتها، وشفت كمية الكتب اللي اتشرت، الرصة اللي قدامي اللي حرفيا والله طولي بجد، انتوا متخيلين الكتب قد ايه، وكمية المعلومات والحاجات. انا مش بخوفكم، هي المعلومات سهل بس حلو كتير قوي. والسنة ما ينفعش تقال كلها مرة واحدة، لان انتوا مش هتكونوا فاهمين شعور السنة كلها مرة واحدة، لازم كل شهر تبقى ليها فاهمين؟ اللي هو انا لازم انصحكم كل شهر بحاجة، فاهمين؟ كل بداية شهر ان شاء الله هحاول ان شاء الله ان انا افهمكم ايه حوار الشهر ده وهيمشي ازاي ومش عارفة ايه. بس زي ما قلت لكم بجد ذاكروا اول باول، وحلوا اول باول، بلاش تراكمات، لان التراكمات دي هي العدو اللدود بجد. ما تكبتوش نفسكم، كل فتره اخرجوا وهتعدي ان شاء الله. في الفتره دي بجد، الفتره دي بتاعت تالتة ثانوي دلوقتي، انا لو هنصح نفسي ونفسي قدامي في بدايه السنه في شهر 7، النهارده مش عارفه كام 7، لو قدامي دلوقتي انا في الشهر ده،
ما تعملوش اي حاجه. انتوا عايزين تعملوا ايه في الشهر ده يا جماعه؟ استمتعوا باجازتكم بس، مش اكتر ولا اقل. ازاي استمتع بالاجازه؟ اخرجوا، العبوا، اتفرجوا على مسلسلات، احفظوا قرآن في الفترة دي، آه، استغلوا اي حاجة من الفترة دي بحاجة حلوة، لعب، رفاهية، لان انتوا داخلين على معركة اسمها ماراثون، ماراثون ثانوية عامة. فاهدوا، ماشي، اهدوا، بلاش استعجال، بلاش مذاكرة من دلوقتي بجد. السنة طويلة. لو انا معرفش حاجة من سنة اولى وتانية ثانوي وداخلة تالتة ثانوي كده بلاطة، التأسيس عادي، ممكن تبدأوا تأسيس من شهر 8 عادي. والله انا بدأت بدري وندمت، لان انا مخي كان حرفيا اللي هو طول السنة كده، وغمضت عيني وفتحتها لقيت السنة خلصت. بجد بجد السنة خلصت بسرعة، بس اللي هي تقدروا تعملوا فيها كل حاجة. فانا مش قادرة اوصف لكم، لان انتوا هتفهموا لما تتحطوا في الموقف. مهما حد اتكلم قدامكم مش هتستوعبوا الفكرة غير لما انتوا نفسكم تتحطوا جوه الموقف. فانا بجد 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 من رأيي انكم تبدأوا من 8، يعني هيبقى، مش عايزة اقول لكم اجلوا كمان شوية، بس بجد انا عايزاكم تستمتعوا بالاجازة على قد ما تقدروا، لان السنة طويلة وهتقدروا تعملوا فيها كل حاجة. لو بتجمعوا المعلومات دلوقتي عشان تركزوا فيها طول السنة، بتجمعوا يعني نصايح وكده، فهقول لكم حلو كتير. ذاكروا اول باول، خدوا اجازة كل اخر اسبوع مثلا في الشهور الاولى، يعني مثلا لحد شهر 1 مثلا. بجد بجد بتكلم بجد، كل اخر الاسبوع كده ريحوا نفسكم. مش لازم تخرجوا، مش قصدي تخرجوا، بس تريحوا نفسكم. مش قصدي اليوم كله طول الاسبوع اليوم كله، لا، يعني جزء منه تفرجوا، تفرحوا نفسكم، فاهمين؟ عشان لما ترجع للمذاكرة تاني يبقى عندك طاقة. ما تركزوش في مادة على حساب مادة، يعني احنا معظمنا بيهمل الانجليزي وبيركز في الكيمياء وفي الفيزياء والاحياء على حسب تخصصك، لو رياضة، تاريخ، جغرافيا، واضافة الاحصاء. ف فهمتوني صح؟ الكتب كتيرة قوي، بس هي مش بتتشرى كلها مرة واحدة يا جماعة، احنا بنشتريها على مدار السنة. يعني المدرسين بيجيبوا كل باب لوحده، يعني باب الكهرباء، انا مش عايزة اعرفكم بالعناوين حتى بتاعت المنهج، ولكن يعني كل باب لوحده، باب 1، باب 2، باب 3، فاهمين كده؟ كل واحد لوحده. شوف بقى، انتوا ناويين تدخلوا علم علوم، علم رياضة، ادبي، ايا كان هتدخلوا ايه، غوصوا بقى، فاهميني؟ ولو حد من المدرسين قال ايه هيعمل كورس مش عارفة ايه، تأسيس مش عارفة ايه، كل ده هيتعاد، والله كل ده هيتعاد. بس لو عارفين المدرس ده مش بيعيد، عادي، خدوا التجربة وروحوا الدرس وافهموا وذاكروا اول برضو باول زي ما قلت لكم، واستمتعوا بالوقت. تصوروا كتير بجد، تصوروا كتير قوي في ثالثه ثانوي، وما تشيلوش هم، كل حاجة هتعدي، والله كل حاجة هتعدي، وربنا موجود ومش هيدي لحد حاجة فوق طاقته. يعني انتوا عارفين انتوا داخلين تالتة ثانوي، فربنا هو اللي حاططكم في الموقف ده، فمش وانتوا قدها، لان لو انتوا مش قدها ربنا مش هيحطكم في الموقف ده، لان ربنا بيدي لكل واحد على قد طاقته، بيدي كل واحد على قد حمله، هيقدر يشتغله ولا لأ. فاهدوا، خططوا كويس. التراكمات يا جماعة بجد زي ما قلت لكم، بحذركم التراكمات ما تراكموش خالص، اول ما تيجوا ذاكروا. لو خلاص هتشوفوا بقى منصات ولا دروس اونلاين انا بقول ايه، لو سنتر او منصة، فانتوا شوفوا هل انتوا هتضيعوا وقت لو نزلتوا المشوار بعيد قوي، يعني ده انا بقول لكم بالمختصر المختصر. يعني لو هتضيعوا وقت لما تنزلوا اونلاين، حطوا مواعيده وقولوا لحد كبير حواليكوا، اختكوا، اخوكوا، اي حد اكبر منكم، اي حد اصغر منكم بس هيبقى ملتزم بجد، ان هو يراقبكم، وان ده ميعاد الاونلاين، شوفني انا حضرت الحصه ولا لا، حليت الواجب ولا لا، الكويز، كل الحاجات دي لازم تكونوا اخدين بالكم منها. كلمتكم بجد كأنكم اخواتي، واديتكم النصايح اللي انتوا في الفتره دي المفروض تكونوا محتاجينها. مش عايزه اديكم نصايح اكبر من الطاقه دلوقتي، انكم مثلا اقول لكم نصايح لشهر 1 ولا 2، اكيد لا، يعني انا هديكم نصايح للفتره اللي انتوا فيها بس، عشان مش عايزاكم تشغلوا نفسكم بحاجه اكتر من كده. فادعولي، ادعولي قوي بجد، ادعولي، محتاجه الدعوات قوي، ومحتاجه ان انا احقق حلمي. فانا فاهمه ان لو ربنا مختار لي الطريق ده، انا هيحطني فيه، وهروح الكليه
لو ما كانتش خير ليا مش هروحها، بس هي حلمي ومش عايزة اعيط، بس مش عايزة افتكرها عشان خايفة اعيط. انا حرفيا انا بشغل نفسي في اي حاجة عشان ما افكرش في الكلية، ومش عايزة افكر في المجموع ولا التنسيق ولا الدرجات ولا اي حاجة من دي. اللي هو انا مستنية اشوف ربنا كاتب لي الخير فين، وبتمنى. عارفين فترة النتيجة اصعب من فترة الدراسة، فترة انتظار النتيجة يعني، اللي هي فترة الاجازة اللي احنا حاليا فيها بتوع 25. لان انا في الدراسة لو افتكر النتيجة وافتكر حلمي فاقوم اذاكر، اما حاليا انا هعمل ايه؟ ما قداميش غير ان انا اصلي وادعي. ف بجد خايفة قوي، خايفة، بس ربنا يسترها وان شاء الله خير. بس كده وصلت الجزء مهم من الفيديو. خلينا بقى ننهي بس بطريقة حلوة. حبيت اخلي اسم القناة يو جورني، معناها رحلتي، رحلة يوسي، رحلة آية. يو دي جاية من اسمي المفروض يعني، فحبيت اسميها يو جورني كده، اللي هو الرحلة. واو، حاجة ضخمة كده. حبيت الفكرة ان هي يكون حاجة جديدة في حياتنا، وان انا فعلا داخلة على رحلة جديدة، حياة جديدة، جامعة، هاخد قرارات مختلفة ومن نفسي، المفروض اكون مسؤولة عن نفسي وكل الكلام ده. فدي رحلة مختلفة، وحبيت اسميكم انتوا بدل ان انا اقول ميرابا اركسلار، مع ان انا بعشق المقدمة دي بجد. وطول السنة وانا قاعدة مع نفسي كده، اللي هو مثلا انا راح اعمل حاجة، راح اذاكر حاجة، وكنت بقول ميرابا اركسلار نصل واقولها، وبجد بقولها كتير طول السنة. ومعرفش انا الوحيدة الهبلة كده، وعلى اني عندي channel في الخيالية، كاميرا موجودة في اوضتي كده خفية ما بشوفهاش، معرفش، بس اللي هو بعمل كده ميرابا اركسلار هاي النهاردة هنعمل مش عارفة ايه كذا كذا، فاهمين؟ فهنغيرها وهيبقى اسمكم جورنيز. يعني انا اقترحت ان هي دي يبقى اسمها اصدقاء الرحله، فانتوا هتبقوا اصدقائي في الرحله. اتمنى تكونوا فرحانين بالفكره، واتمنى انكم تكونوا مبسوطين. فبس وصلنا لنهايه الفيديو، متنسوش تحطوا لايك شير سبسكرايب، وبس باي باي. او حتى لو لاخر مره، مش عارفه اذا كنت فعلا هنتظم على الحاجه اللي قلتلكوا عليها دي ولا لا، ولكن ممكن نقول جروشروز. باي باي جايز. بجد كنت وحشني قوي وفرحت بالفيديو ده قوي. عارفه ان هو طويل، معرفش وصلنا لكام، لقد ايه في الوقت، بس عارفه ان هو كان طويل، بس انا كنت بتكلم بمشاعري، ما كنتش مرتبه اي حاجه، كنت بتكلم اللي يجي في مخي اقوله. وده دليل ان انا مش مرتبه حاجه، ان انا كنت بهبل في نص الكلام، ما كنتش عارفه انا بقول ايه. مش عارفه اذا كنت هقص حاجه ولا لا، بس انا حاسه ان انا مش عايزه اقص اي حاجه، عايزه اديكوا كده بمشاعري، عشان لما ارجع اتفرج عليه بعد كده افتكر الذكريات. لان انا وانا بتفرج على اول يوم روتين اول يوم في ثانويه عامه في اولى ثانوي، كنت عامله فيديو عنه تقريبا، شفته وانا في الاجازه دلوقتي، وبتاع تانية ثانوي شفته. بجد كنت مبسوطه قوي، كنت فرحانه ان هو ذكريات. فبجد الذكريات دي حلوه قوي، لما تتفرجوا على حاجاتكم وانتوا صغيرين كده بتبقى حاجات حلوه، بتفتكروا اللحظه الحلوه، ما بتفتكروش الحاجه الوحشه اللي حصلت في الفتره دي، بتفتكروا الحلوه منها. فبس ما تنسوش بقى تحطوا لايك شير سبسكرايب. عايزه نكبر عدد الجورنيز الموجودين في الشانل، وبس. جروشروز جروشروز جايز، جروشروز.